ال IGCSE نظام ممكن يوديك لأرقى جامعات العالم، أو ممكن يخليك قاعد بتعيط بالليل الساعة 3 الفجر عشان مش عارف تحل بيبر فيزيكس. بس بجد، هو إيه هو نظام ال IGCSE ده؟ وإزاي دخل مصر؟ وإزاي بيحول مستقبل الطلاب لمستقبل مختلف جدا؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. أنا مروان وأهلا بيكم في حلقة جديدة. Welcome to tomorrow's show. خلينا نبدأ بيعني إيه IGCSE. ال IGCSE معناه International General Certificate of Secondary Education، وبتبقى دايما معمولة للطلاب اللي من سن 14 ل 16 سنة، والهدف منها مش بس المعرفة، لأ دي تنمية مهاراتك اللي انت هتستخدمها طوال حياتك. حاليا في ال IGCSE في مرحلتين امتحانات أساسيين لازم تاخدهم، اللي هم بيبقوا ال O levels اللي هم ال ordinary levels، وال A levels اللي هم ال advanced levels. بس احنا هنشيل ال advanced levels دلوقتي وهنركز على ال ordinary level. ال ordinary levels دول بيتقسموا ل8 مواد لازم تاخدهم، 5 بيبقوا أساسيين ما بيتغيروش، و3 أنت بتختارهم براحتك. ال5 الأساسيين دول بيبقوا الإنجليش والماث والثري ساينسز اللي هما بيبقوا البيولوجي والكيمستري والفيزيكس، والتلاتة التانيين اللي انت بتختارهم براحتك دول بيبقى عندك فوق يعني ما تتوقعه من الكاتيجوريز تختار منها براحتك. والخمس مواد الأساسيين دول ما بيتغيروش، في منهم مرحلتين، الكور والاكستندد. الكور ده بتاخده في year 9، وده اللي هو بيعلمك أساسيات المادة، يعني زي اسمه بالظبط، كور المادة. والاكستندد النوع التاني ده بتاخده يعني منهج موسع شوية، وده اللي بتمتحن عليه امتحانات الأو ليفلز. ال IGCSE دايما بيركز على 3 تطبيقات لازم تبقى موجودة في كل طالب. التقييمات الورقية اللي هي دايما بتبقى موجودة في امتحانات ال MCQ أو الريتن، والتطبيقات العملية اللي هي دايما بتبقى لو انت في الساينسز دايما بتبقى في ال practical papers أو في ال alternative to practical papers. والتقييمات الشفوية اللي دايما بتبقى لو انت بتاخد انجلش دايما هتلاقي بيبر 3 ك listening exam. والتقييمات دي بتتقيم على أساس إنه A ستار دي تبقى أعلى حاجة وجي بتبقى أقل حاجة. والطالب المصري عشان يقدر يعادل الثانوية العامة لازم ياخد 8 أو ليفلز، منهم ال5 الأساسيين اللي هما الإنجليش والماث والثري ساينسز، ولازم ياخد معاهم عربي، والاتنين التانيين يختارهم زي ما هو عاوز. نوت سريعة، الطالب المصري لو عاوز يدخل جامعة حكومية لازم ياخد في ال8 O levels اللي احنا قلناهم A ستار، ولازم يدخل واحدة A level وياخد فيها أعلى درجة. ال IGCSE بدأ ينزل مصر في التسعينات، ولكنه الانتشار الجامد اللي بدأ ينتشره بدأ من الألفينات، وحاليا في مدارس كتيرة جدا في كل أنحاء مصر بتقدم النظام ده. الامتحانات بيشرف عليها البريتش كونسل، والدولة ذات نفسها معترفة بيه بشرط إن الطالب ينجح بكل المواد القومية اللي هما العربي والدين والدراسات الاجتماعية. الناس بدأت تتجه لل IGCSE عشان هو بيخلي الطالب يفكر ويحل ويتعلم كل المهارات المطلوبة في سوق العمل حاليا. ال IGCSE مش بس بيعلمك، يعني إلا لو كناش تعبنا نفسنا وعملنا الفيديو ده، هو بيخليك تتعلم مهارات زيادة زي إن أنت تحاسب المسؤولية أكتر، وإن أنت تتحكم في وقتك، وإنه أنت تقدر تفكر تفكير نقدي وتحليلي. وعشان كده طلبة كتير خالص في مصر بيحولوا لنظام ال IG، وبيقدروا يدخلوا من بعديه جامعات كبيرة سواء جوه مصر أو بره مصر. وده اللي بيخلي نظام ال IG واحد من أحسن الأنظمة التعليمية اللي في مصر، إذا ما كانش أفضل نظام تعليمي في مصر حاليا. انتشار ال IGCSE في مصر خلى التعليم المصري يتطور. المنافسة اللي عملها ال IGCSE خلت التعليم المصري يقدر يشوف احتياجات الطلبة بشكل مختلف، سواء انت بتحاول تجيب A ستار أو بس نفسك تعدي.
الاي جي سي اس اي نظام صعب، وافتكر دايما ان هو بيحضرك للحياة، مش بس هو امتحان انت هتدخله. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ويعني أحب أنهي بحاجة. مرة طالب اي جي سي اس اي كان رايح يذاكر بايو، راح اليوم اللي بعديه قال لصاحبه انه انا كنت بحاول اذاكر بايو بس معرفتش، في حاجة منعتني. صاحبه قال له ايه اللي حصل يا عم، ايه اللي حصل؟ راح الستودنت راح قال لصاحبه والله لقيت نفسي قاعد بدور على دي ان ايه تحفيز في جسمي، ما لقيتش ولا واحد.